الاهلي عامل صفقات بملايين الدولارات، واخد افضل لعيبه في تاريخ الدوري المصري، واخد كل لعيب كويس في الدوري المصري. جايب مهاجم اجنبي كان بيلعب في بروسيا دورتموند، اي نعم هو كان مبطل بقاله 3 سنين وقاعد على الاهلي، جابه من على الكافيتيريا، عمل له تقديم وهو على الكافيتيريا. خلاص احنا كولر نادى على الجهاز يا جماعه، اقسم بالله انا بره عن الهزار وبره عن، اقسم بالله ما اعرف اسم اللاعب لحد دلوقتي، او بنسى اسمه موتوسيب حاجه زي، والله ما اعرف اسمه لحد النهارده، اهي ممكن تكون نكته او حاجه، والله ما اعرف اسمه. المهم ان الراجل دي ملخص لمساته عموما. العب يا ابني، بيسند على السرد باكات بتوع صن داونز عشان خاطر يلعب الكوره دبل كيك، اللي هو اسندوني يا رجاله عشان العب دبل. ما عنده بتاع 40 سنه يا ابني، مهاجم كبير ومخضرم، المفروض يقعد على كرسي متحرك مش يلعب كوره. بس يعني وهو طالما رافع شعار الجمهور بسجارتي وكوبايه الشاي قدام ماتش الاهلي جاي، اعمل اي حاجه غير ان انا اجيب جوال، غير ان انا اعمل تمريره حاسمه. بس قبل ما انسى، الدش مات يا صاحبي، اطلع هات البفه من بره واقفل بيها.